السلام عليكم. الدكتور علاء صادق يكشف الحقيقة بعد تواجد بلطجية الزمالك في الدار البيضاء. ولكن قبل ما نبدأ الخبر، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. يبدأ النادي الأهلي المصري آخر استعداداته اليوم على استاد مركب محمد الخامس لخوض المباراة النهائية بين الوداد والأهلي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. وقال الإعلام المصري الدكتور علاء صادق أن إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور أرسلت بلطجية إلى الدار البيضاء لتشجيع الوداد والهتافات ضد النادي الأهلي وضد إدارته. وكشف علاء صادق أن الجماهير التي سافرت ليست جماهير النادي الزمالك، بل هم بلطجية مرتضى منصور بيستخدمهم ضد النادي الأهلي. وأكد أن البلطجية كل واحد منهم حصل على 3000 دولار وتذكرة طيران رايح جاي، كل ده على حساب الزمالك. وكشف الدكتور علاء صادق عن أسرار خفية بين رئيس الجامعة الملكية فوزي لجع والكاف ومرتضى منصور، عاوز يعمل أي حاجة عشان النادي الأهلي يخسر والوداد يفوز بالبطولة. هي دي دايما سياسة الزملكاوية وسياسة مرتضى منصور. وحذر الدكتور علاء صادق لاعيبة النادي الأهلي من التوتر في المباراة، لأن الاتحاد الإفريقي رفض قرار الأهلي بتغيير حكم المباراة، فدايما ما احناش عاوزين لاعيبتنا تعترض على حكم المباراة، لأن الحكم الأثيوبي مستحلف للنادي الأهلي وواخد رشوة كبيرة عشان يخسر النادي الأهلي البطولة دي. وقال دكتور علاء صادق ان كان في مؤامرة السنة اللي فاتت على النادي الأهلي، وخسر النادي البطولة بسبب تآمر فوزي لجع مع الكاف والفيفا. وقال دكتور علاء صادق هي دي افريقيا وهي دي مرتضى منصور، كله بتآمر على الانسان الناجح. واكد ان لازم الجماهير النادي الأهلي لازم تقف مع ناديها لاخر لحظة، الجماهير هي السند الوحيد للنادي الأهلي الآن. وفي النهاية لو انت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد.